والبداية يا صديقي العزيز ان احنا بنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. واسمح لي اقول لك ان انت يعني ايه كلام مباشر ويعني ايه كلام غير مباشر. احنا النهاردة بنتكلم عن نقل الكلام. بنتكلم عن ايه يا صديقي العزيز؟ عن نقل الكلام، او لا مؤاخذة يعني نقل الكلام. لما تيجي تنقل كلام حد انت عندك طريقة من اتنين. يا اما بتنقل الكلام بطريقه مباشره. يعني ايه يا مستر عبد الرحمن بطريقه مباشره؟ يعني بتقول نفس الكلام اللي هو قاله بالضبط من غير ما تغير اي حاجه. طب اديني مثال يا مستر عبد الرحمن. اقول لك يا سيدي، بص انا عندي واحد بيقول I am playing now. I am playing now. الطريقه الاولى اللي هي الطريقه المباشره انك تقول فلان قال لي انا بلعب دلوقتي. بص بالعربي اهو، انا بلعب دلوقتي I am playing now. اهو. مين اللي قال الجمله دي؟ مستر عبد الرحمن. ومين تاني؟ الشخص اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو فلان. قال ايه؟ قال انا بلعب دلوقتي. هل مستر عبد الرحمن غير اي حاجه في الكلام ده؟ لا، مستر عبد الرحمن قال فلان قال لي انا بلعب دلوقتي. انا دي مش انا عبد الرحمن، لا ده انا قصدي هو. فهنا دي اسمها طريقه نقل الكلام بشكل مباشر بدون اي تغيير. ودي في اللغه الانجليزيه يا صديقي العزيز لما بييجوا يكتبوها بيعملوا ايه؟ بيحطوا علامتين دول. بص شايف العلامتين دول؟ ايوه، الكلام اللي بيتحط بين العلامتين دول كده بيعرفني على طول ان الكلام ده كلام مباشر. يعني ايه كلام مباشر؟ يعني اللي هيتحط بين القوسين دول، بين العلامتين الجمال دول، ده كلام الشخص اللي انا بنقل كلامه دون اي تغيير. فهنا مثلا بقول علي said to عمر، علي قال لعمر I am playing now. انا بلعب كورة دلوقتي او بلعب كذا دلوقتي. اوكي، ده كده الكلام المباشر. طيب ايه بقى يا مستر الدرس بتاعنا؟ الدرس بتاعنا اسمه الكلام الغير مباشر. يعني ايه الكلام الغير مباشر؟ ان انا هنقل نفس كلام عمر ده بالظبط، نفس الكلام ده انا هنقله، بس بص انا هقولها لك بالعربي وبعد كده نشرحها سوا. بص انا هقول عمر قال لي او قال لعلي ان هو كان بيلعب كورة وقتها. ركز كده. عمر امبارح قال لي ايه يا مستر انا بلعب كوره دلوقتي. ايش ده الكلام؟ فانا النهارده انتوا بتسالوني مستر انت كلمت عمر امبارح؟ قلت لكم اه والله، ده انا لما كلمت عمر قال لي ان هو كان بيلعب كوره وقتها. عمر قال لي ان هو كان بيلعب كوره وقتها. يلا بينا بقى نشوف ازاي نقدر نقول الكلام ده بالانجلش. اوكي يا بطل، يلا بينا بسم الله نبدا. خليني ابدا معاك point to point. Ali said to Omar I am playing now. اهي الجمله بتاعت الغير مباشر هنفصصها مع بعضينا كده point to point step by step لحد ما نوصل لاحسن حاجه ممكنه في الزمن ده او في الدرس ده. I'm sorry. وهتلاقي ان شاء الله عز وجل ربنا ميسر لك الامور تيسير لا تتخيله لو عملت اللي عليك. بص يا بطل، انا هنا اول حاجه بفكر فيها الجزء ده اللي هو said to. ده في اللغة الإنجليزية بنقول عليه فعل القول. بنقول عليه إيه؟ فعل القول. بنقول عليه إيه يا مستر عبد الرحمن؟ فعل القول. وده متغير. أنا ممكن أقول لك والله مثلا علي قال لي، أخبرني، سألني، اقترح علي، نصحني، أي حاجة ممكن تتحط في المكان ده بنقول عليها فعل القول. تمام كده؟ لكن في القاعدة بتاعة الجرامر النهاردة عندنا في بعض أفعال القول لا تتغير. يعني إيه يا مستر عبد الرحمن؟ يعني سواء في المباشر أو غير المباشر هي مش بتتغير. زي كلمة says وكلمة say، الاتنين دول بيبقوا says و say. يعني هنا مباشر وهنا غير مباشر. يعني لما يجي في الامتحان يقول لي حول من مباشر لغير مباشر، اول حاجه ببص عليها فعل القول ده. اول حاجه ببص عليها ايه؟ فعل القول ده في سؤال الريرايت. كلمه says بتفضل زي ما هي، كلمه say برضو بتفضل ايه؟ كلمه say برضو بتفضل زي ما هي. طيب ماشي يا مستر عبد الرحمن، ايه كمان عايز تقوله لي؟ لكن عايز اقول لك ان say to بتتحول ل tell، و says to بتتحول ل tells. تمام؟ ركز كده. يبقى الفيرب say لو جه لوحده بسيبه زي ما هو، سواء كان في اس او ما فيهوش اس، في الحالتين بسيبه زي ما هو. لكن لو جاء معاه حرف الجر to فساي بتبقى tell وسايز بتبقى tells. اوكي ركز معايا. ودي في الاغلب مش هيجيبها لك لان انت في ثالثه ثانوي، فدايما بيكون مركز على كلمه said والsaid to. كلمه said بتفضل زي ما هي ومش بتحتاج مفعول بعدها. ركز في الحته دي قوي. بقول فلان ماله قال لي وخلاص، او قال
عمر said that قال إن، وبعد كده بكمل جملتي عادي. لكن كلمة said to بتتحول said to اهي بتتحول لايه يا مستر عبد الرحمن؟ ادي عندي كلمه said to اهي بتتحول ل told، يعني في المباشر والغير مباشر. في الغير مباشر بقى كلمه said to دي ايوه ما بتتسابش زي ما هي زي said، لا ركز said to بتتحول ل told يا مستر عبد الرحمن. يعني ببساطه كده في سؤال الريرايت انا اول حاجه بعملها لما اجي احول من مباشر لغير مباشر بركز على الجزء ده. اكتر حاجه هتجيلك هي ايه يا مستر عبد الرحمن؟ هتجيلك ان هي لازم تبقى مركز ان كلمه said مش بيجي بعديها مفعول، لكن said to او told الاثنين دول في لما بيجوا لك في كل الاحوال لازم يكون بعدهم مفعول. في كل الاحوال لازم يكون بعدهم ايه؟ مفعول. اقول said to me، هو قال لمين؟ ما انت لازم تقول لي. مفيش حاجه اسمها said to that. يعني ايه said to كذا؟ يعني عمر قال لي ان، لا عمر قال لي مين بقى؟ ايوه ده هنا بنقول عليه مفعول. said to me said to us said to them وهكذا said to شخص معين. المهم ان هو بيكون الشخص اللي اتقال له الكلام او اخبر بالكلام. تمام كده يا بطل؟ يبقى دي كده الاولى ان عندي كلمه told لازم يجي بعديها مفعول. سيبك من الجزء ده عشان مش هو ده اللي يعني الجامد. ركز بقى في اللي بعد كده. يبقى احنا لحد دلوقتي الجمله اهي علي said to عمر فراغ اهي العلامات دي وبعد كده ست. تعالى بقى نحل الجزء ده الاول وبعد كده بنخش على نقطه نقطه. تمام؟ الحته دي احنا خلصناها. هنقوم قايلين علي، هبص على said to هحط مكانها told وبعد كده عمر ده المفعول بتاعي اهو الاوبجكت المفعول. يبقى علي told عمر اخبر عمر. يلا بقى الخطوه اللي بعديها نحذف الاقواس. شايف الاقواس دي كده اهي بتحذفها خالص ونربط بكلمه ذات. المفروض انك تشيل الاقواس دي وتبدا تحط كلمه ذات. يعني بالبلدي كده الجمله هتكون كده علي ايوه مستر وبعدين told عشان فوق عندي كلمه said to بتتحول ل told. told me او told عمر او told him او told them ايا كان الاقواس يبقى على طول احولها لكلمه ذات. تمام كده يا بطل؟ طب يا مستر احنا عارفين ان كلمه ذات دي ينفع ان احنا نشيلها. تمام، ما تلخبطش نفسك دلوقتي. خد الاول الحاجات الاساسيه وفي اخر المحاضره هتلاقيني بشرح لك الحاجات الاستثنائيه والتريكات. لكن الاصل لازم يبقى موجود في دماغك وفهمه كويس قوي عشان تعرف تتعامل مع التريكات. تمام؟ خليك بقى ايه تراست مع مستر عبد الرحمن كده. اوكي؟ يبقى بنحذف الاقواس وبنربط بكلمه ذات. اللي انا بقوله لك ده ستيب باي ستيب هو ده اللي هيظبط الجرامر في دماغك ويخليك بتلعب بالجرامر. مش محتاج اصلا ان حد يشرح لك التريكات لان انت لما هتلاقيها بتلقط معاك لوحديها ان شاء الله عز وجل. تمام؟ يبقى الخطوه الاولى كانت ان انا ببص لفعل القول واشوف هغيره ولا لا وغيرناه. الخطوه الثانيه ان احنا بنحذف الاقواس وحطينا كلمه ذات يا مستر عبد الرحمن. تمام كده يا بطل؟ خش يا مستر عليا في الخطوه الثالثه. تعالى كل مره هكتبها لك ما تتضايقش. يبقى احنا دلوقتي قلنا علي told ايوه يا مستر told عمر اهو ادي المعلم عمر ذات. لحد دلوقتي يا مستر احنا تمام وزي الفل. اوكي تيتشر؟ اوكي يلا بينا. يبقى عندي بقى الجملة نفسها اللي هي I am playing. مستر عبد الرحمن بيقول لك نبدأ نغير الضمائر على حسب المعنى. لو انت من الناس اللي بيحاول انه يحفظ يقول له الاي يا اما تبقى هي يا اما تبقى شي ومش عارف الوي يا اما تبقى زي يا اما تبقى كده، فاسمح لي اقول لك ان انت كده بتتعامل غلط وانك دايما لما بتعتمد في الجرامر على الحفظ وارد جدا انك تنسى. فلو نسيت مش هتعرف تحل. والنسيان ده حاجة موجودة عندنا كلنا. والجرامر مش بينفع انك تحفظه. الجرامر لازم يتفهم لانك لو فهمته بيبقى بالنسبة لك كده حاجة زي السكينة في الحلاوة بيمشي معاك ايه عنب يا باشا. فركز كده معايا. اوكي؟ ليه يا مستر بنغير الضمائر اصلا؟ يعني شوف انا قلت لك انا دلوقتي هبدا ان انا انقل الكلام اللي علي هيبدا ينقل الكلام اللي اتقال له عمر هيبدا ينقل او احنا يعني دلوقتي هنبدا نتكلم عن الكلام اللي اتنقل. فانا بقول علي قال لعمر ان ايوه هقول ايه؟ هبدا بقى هنا اقول ركز انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول علي قال لعمر ان هو كذا. صح ولا لا؟ تخيلوا معايا ان انا قلت لك علي قال لعمر ان انا كنت بلعب كوره. كلكم هتفهموا ان الكلام عليا انا مستر عبد الرحمن. فده غلط، مش هي دي الحقيقه. هو علي قال لعمر ان هو كان بيلعب كوره وقتها. صح كده؟ فركز
ليه الضمائر بتتغير؟ عشان ده السياق بتاع المعنى. فانا هنا مثلا عندي اي دي اللي هو مين؟ اي دي اللي هو مين؟ الولد اللي احنا بنتكلم عنه اللي كان بيلعب. فالولد دوت والله بياخد هي، والله ده بياخد شي، والله ده بياخد وي، براحتك انت شوف. يبقى انا هقول علي اخبر عمر انه هو، فهنا كلمه هو اهي هتبقى هي. يبقى علي told Omar that he. الضمائر هي اللي بتتغير. يبقى اول حاجه عندي في الحاجات الحلوه هي تغيير الضمير. تغيير الايه؟ الضمير. محدش بقى عنده ضمير خلاص، تمام. تغيير الايه؟ تغيير الضمير على حسب. يعني تخيلوا معايا مثلا كده ان واحد بيقول مثلا انا بقرا كتاب بي دلوقتي، فانت طبيعي لما هتغير الكلام اقول لك عمر فين؟ تقول لي والله ده عمر قال لي ان هو كان بيقرا كتابي. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هتلاقي نفسك غصب عنك بتقول كتابه. يبقى انت لعبه الضماير دي مش بتتحفظ ومش صعبه. يعني انا ابدا اقول لك دي صعبه لازم تحفظها. الانسان ما بيلجاش للحفظ ببصمجه كده غير لما يلاقي بقى الموضوع عويص وصعب. لكن الموضوع الحمد لله رب العالمين ربنا ميسره لنا لابعد طريقه. تمام يا بطل؟ طيب ركز معايا. يبقى كده تغيير الضمير. يبقى اقول Ali told Omar that he. طيب يا مستر خش على اللي بعده. هنا بقى بيقول لك تغيير الازمنه يا بطل. احنا اتفقنا ان علي زي ما هو وسيت تو بقت told. ركز معايا. عمر زي ما هو، ودي اتفقنا ان هي بقت اسمها that، والضمير غيرناه عشان يتناسب مع الكلام. فالي told Omar that he. تعالى بقى نخش على الجزء بتاع الازمنه. هيتغير ولا لا؟ طبعا هيتغير. طب ليه يا مستر بيتغير؟ يا ابني ما انا بنقل الكلام بعد الحدث ما حصل بفتره، فطبيعي لو قلت لك علي قال ان هو بيلعب كوره دلوقتي، الله يا مستر يعني هو دلوقتي حالا بيلعب؟ لا يا ابني انا قصدي لما قال لي. طب ما هو يعني انت عارف ليه بنغير الازمنه؟ انا عاوز اقول له ايه؟ عايز اقول له لما انا كلمت علي على فكره قال لي ان هو كان بيلعب كوره، صح ولا لا؟ مش دلوقتي. دلوقتي ممكن يكون نايم، ممكن يكون بيشرب، ممكن يكون قاعد معانا اصلا وانا بقول له ولا انت بتستعبط ولا ايه؟ والله العظيم قال لي ان هو كان بيلعب كوره وقتها، صح ولا لا؟ فليه بنغير الازمنه؟ عشان ده الطبيعي، انا بنقل الكلام. طيب ركز. فهنا انا عندي ازمنه، اعمل ايه في الازمنه؟ صلي على اللي يشفع فيك. القاعده سهله. هنا مباشر، هنا غير مباشر. اوكي ركز. في كل الاحوال الغير مباشر هنا في ماضي. في كل الاحوال الغير مباشر هنا في ماضي. يعني ايه يا مستر عبد الرحمن؟ يعني في سؤال اللي تشوز لما تلاقي جمله اوريدي متحوله جاهزه وبيخيرك ما بين اكتر من خيار، 4 خيارات اللي بيجيبهم لك في سؤال اللي تشوز، ما دام الجمله عندي متغيره للغير مباشر وانا متاكد ان هي متغيره للغير مباشر، في كل الاحوال اجابتك هتبقى ماضي. ليه يا مستر عبد الرحمن؟ لان كل مضارع يحول الى ماضي من نفس جنسه. يعني ايه؟ يعني لو مضارع بسيط يا مستر هيبقى ماضي بسيط. لو مضارع continuous يا مستر هيبقى past continuous. لو مضارع perfect يا مستر هيبقى برضه past perfect، وهكذا. يبقى قولها معايا. كل مضارع يحول الى ماضي من نفس جنسه، نفس النوع بالظبط. مضارع بسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام مضارع ماضي تام، وهكذا يا بطل. تمام؟ طيب وكل ماضي، ودي اللي عليك، ركز قوي عشان دي اللي عليك. تمام؟ ايه اللي عليك؟ ان كل ماضي يحول الى ماضي تام، وكل ماضي يحول الى ايه؟ الى ماضي تام. فالماضي البسيط والماضي التام الاثنين بيبقوا هنا ماضي تام. الاثنين هنا بيبقوا ايه؟ بيبقوا ماضي تام. طبعا انا عارف انك اكيد انت بتسمع الشرح من غير مستر عبد الرحمن قال لك معلومه صح، قالوا لك معلومه صح ان الماضي البسيط احيانا بيبقى ماضي بسيط. ايوه اللغه مليانه حاجات مش كلها انت تعرفها، مش كلها انت مطالب انك تعرفها. تمام؟ فركز. الجزء اللي عليك ان انت كل ماضي بسيط وكل ماضي تام بيتحول لماضي تام. اوكي يا بطل؟ طيب يبقى كده قاعده تحويل الازمنه يا مستر عبد الرحمن ببساطه اي جمله متحوله هتبقى ماضي. اي جمله متحوله كده هتبقى ماضي. طب لو هي اصلا ماضي خليها ماضي تام. تاني اي جمله يا مستر في الغير مباشر كده هتبقى ماضي. يا قلبي. طب لو هي اصلا ماضي يا مستر اقول لك خليها ماضي تام يا قلب المستر. تمام كده؟ ركز. طب مستر مش ممكن الجمله الاساسيه يكون فيها will او كان او shall او may او ايوه يا حبيبي صح. ما هي اي جمله في الغير مباشر بتتحول لماضي. طيب ايه الماضي من will؟ الماضي من كان، الماضي من shall، الماضي من may، وهكذا. فانت خليك ناصح وذكي،
ما تبقاش حفيظ. قشطه يا قلبي؟ يلا بينا. يبقى هي قاعده التحويلات يا مستر عبد الرحمن اهي، كل مضارع يحول الى ماضي من نفس جنسه، وكل ماضي يحول الى ماضي تاني. طب والحاجات دي بتتحول للماضي منها برضه، بتتحول للايه؟ للماضي منها برضه. طب يلا كده خليني امسح كده معاك عشان حاجه واحده بس، عشان خاطر نبدا نكمل الجمله بتاعتنا اللي فوق ونشوف مستر عبد الرحمن هيعمل ايه وايه اللي ناقص. يبقى احنا كده مشيناها خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، بوينت باي بوينت، تمام؟ نقطه بنقطه، عشان خاطر ما يبقاش عندك حجه. ونصيحتي بقى ليك قبل ما اكتب لك، كفايه انك تسمع شرح. يعني سمعت شرح مستر عبد الرحمن ما تسمعش غيري، سمعت شرح قبل كده لحد ما تكترش في انك تسمع نفس المعلومات من اكتر من شخص، لان ده اكتر من اسلوب. كل مدرسين الانجليش هتلاقيهم بيشرحوا لك معلومات صحيحه، لكن كل واحد ليه اسلوب. فممكن اسلوبي لما تسمعه مع اسلوب غيري تتلخبط، بدل ما تفهم اكتر تتلخبط اكتر. لكن ايه النصيحه الصح يا مستر عبد الرحمن؟ النصيحه انك لو سمعت الشرح مني او من غيري ولقيت نفسك فاهم 60 70 80%، يكملوا ازاي؟ يكملوا بفيديوز الحل، انك تشوف مستر عبد الرحمن، مستر فلان، مستر علان على اليوتيوب، على منصات، في الارض الواقع، في كل الاحوال تبدا انك تتفرج على ايه؟ تتفرج على فيديوز للحل. فهتلاقي الافكار بتطبق، هتلاقي المعلومات اللي كانت نص نص عندك جات لك على ارض الواقع واتدربت عليها واتمرنت عليها، فهتلاقي كله قلصت ان شاء الله عز وجل. يلا بطل. يبقى احنا اتفقنا اهو، هنقول الي. ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ اهو هنقول الي ماله عالي يا مستر؟ said to هتبقى told اهو. بص اول باول اهو. وعمر هينزل زي ما هو، ونحذف الاقواس ونحط كلمه ذات. اوكي تيتشر. والاي هتبقى هي عشان سياق الكلام، يبقى ذات هي، ان هو ده. زمن ايه؟ ام واز وار والفعل في اخره اي ان جي. يبقى ام واز وار خليته مضارع، والاي ان جي خليته مستمر، فهنا ده اسمه مضارع مستمر. مستر عبد الرحمن قال كل مضارع يحول الى ماضي من نفس جنسه، يبقى انا عايز ماضي مستمر اللي هو بيتكون من ايه يا تيتشر عبد الرحمن؟ من was و were والفيرب في اخره اي ان جي. يبقى ده اللي انا عايزه. او عامل ايه؟ او جاي هنا عند الهي وشوفها بتاخد was ولا were؟ لا يا مستر، دي بتاخد was. والفيرب يا مستر اللي هو play هحطه، وبعد was و were فعل ايه؟ الفعل في اخره اي ان جي. لحد كده انا تمام. اوكي يا بطل. طيب Ali told Omar that he was playing. اتبقى عندي آخر حاجة، يلا نشوف مع بعض بنعمل فيها إيه. نبدأ تغيير الكلمات الدالة اللي هي زي now، زي yesterday، زي last week، زي tomorrow، زي next Sunday، next Monday، next weekend. كل دي اسمها كلمات دالة، بنبدأ نغيرها إن وجدت. ليه يا مستر عبد الرحمن؟ ما أنا عودتك بقى، لازم تبقى فهمان. تمام؟ لازم تبقى فهمان عشان الدنيا تبقى ماشيه معاك في اللذيذ منه. تمام؟ ليه بتتغير؟ يا ابن الحلال، لما عمر اتقال له الكلام ده كان فعلا فلان كان فعلا بيلعب دلوقتي. الكلام ده اتقال يوم الاثنين. يوم الاثنين، اوكي؟ ركز معايا. النهارده بقى الاحد. الحد اللي بعده، انت متخيل؟ متخيل انا بنقل الكلام بعد اسبوع اهو. فانا دلوقتي اهو قايل لك الولا علي، احنا هنكمل بقى الجمله اهو. علي told قال للولا عمر ان بص هو، وبعد كده حولنا الزمن كان بيلعب دلوقتي. بالله عليك جايه معاك ايه ده؟ عمر قال لعلي اللي هو كان بيلعب دلوقتي. الطبيعي لو انا عملت الحركه الهبله دي ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي مستر الولا علي بيلعب دلوقتي. هقول لك يا ابني لا. طب لو انت اللي قلت يا مستر، ما انت اللي بتقول لي ناو. ما هي ناو يعني انت بتقول لي دلوقتي، فالكلام واضح. يا ابني انا قصدي وقتها. هي من هنا بقى جت تغييرة الايه؟ الكلمات الداله، جت تغييرة الكلمات الايه؟ الداله. فكلمه ناو دي يعني معناها دلوقتي. لما اجي اغيرها انا عايز اقول ايه هنا؟ وقتها. فهتلاقي في الجدول بتاع مستر عبد الرحمن ان شاء الله في المذكره والملف البي دي اف اللي موجود معاك هنا، هتلاقيه بيقول لك ان كلمه ناو بتتحول الى كلمه ذن. بتتحول الى كلمه ايه؟ الى كلمه ذن. كلمه ناو تحول الى كلمه ذن. كلمه ناو تحول الى كلمه ذن. ليه؟ عشان لو انا واحد كان بيكلمني بيقول لي انا دلوقتي بعمل كذا، انا لما اجي انقل الكلام هقول له خلي بالك فلان قال لي ان هو كان بيعمل كذا. امتى؟ وقتها، يعني وقت ما قال لي. تمام؟ ركز. هشرح لك واحده تاني غير المثال الجميل ده. يبقى احنا كده اتفقنا Ali told Omar that he was playing then، لان الجمله دي متحوله. طب يا مستر عبد الرحمن اكسكوزي موا، بعد اذن سعادتك ممكن تديني مثال تاني عشان افهم ليه؟ هي سهله يا مستر، احنا كلنا عارفين ان هي بتتحفظ، موضوع الكلمات الداله ده بيتحفظ. لا،
بس معايا انا ما ينفعش تحفظ. بص يا سيدي، خليني مثلا اقول لك، بص تخيل ان انا بقول لك كده، بقول لك علي said that، علي قال ان هو، بص that he، بص had played، والمفروض عندي yesterday فانا هحولها لكلمه اسمها the day before. اوكي ركز معايا بليز، هفهمك حاجه والله هتدعي لي. اصل الجمله دي كان ايه؟ اللي كان بين القوسين كان الاتي: انا هنا عندي ده ماضي تام، يبقى اكيد يا مستر اكيد ده كان ماضي بسيط، لان الماضي البسيط هو اللي بيتحول لماضي تام. اقول لك صح، يبقى كان زمانه بيقول انا، وبدل had played يبقى I played. هو قال كده، قال I played yesterday. I played yesterday. هو كان بيقول كده المعلم. دي الجملة اللي علي قالها. علي قال I played yesterday. فاحنا لما جينا حولناها قلنا علي قال ان، بدل الاي قلنا هو had played. اهو حولنا الماضي البسيط لماضي تام. تعالي لي بقى عند الحتة دي يا مستر، ليه انا ما قمتش قال ان هو وحولت الزمن وسبت yesterday دي زي ما هي؟ هقول لك يا بطل، خلي ان الولا علي لما قال لي كده او لما قال كده النهارده كان الجمعه. اوكي النهارده كان ايه؟ الجمعه. تمام. انا بقى وانا بقول لكم اللي علي قاله ده النهارده كان الاثنين. ركز قوي عشان تفهم الحته دي والله هتتعيب. لو انا قمت قايل لك يوم الاثنين، خلي بالك الولا علي قال لي ان هو تمام لعب yesterday. ترجم يا مستر، علي قال ان هو لعب امبارح. فكلكم كده ايه اللي جه في بالك؟ يا ابن اللعيبه يا كذاب، يعني هو امبارح كان بيلعب؟ والله يا مستر ده امبارح مكلمه يوم الاحد الساعه 2 الظهر، قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا قاعد بذاكر. والله ما هسيبه المهمل ده. ايه ده؟ يبقى انا وصلت الكلام غلط. انا عاوز اقول ايه؟ انا عاوز اقول علي قال ان هو بيلعب the day before. يعني لما هو قال لي انا لعبت امبارح، هو قال لي انا لعبت اليوم اللي قبل اللي قال لي فيه. حد فاهم حاجه؟ يبقى انا هنا هقول Ali said that he had played the day before. يعني ايه the day before؟ يعني اليوم اللي قبل ايه؟ اللي اتقال لي فيه الكلام ده، فانا هنا هو قال لك كده امتى؟ لو قلت له قال لي كده يوم الاحد، هو هيعرف ان انا قصدي يوم السبت. لو قلت له قال لي كده يوم الجمعه، يبقى الولا علي كده كان بيلعب يوم الخميس. لو قلت له لا ده قال لي كده يوم يبقى اليوم اللي قبله. عشان كده الكلمات او نبدا نغير الكلمات الداله ان وجدت. ليه بتتغير؟ عشان اللي انا بقوله لك ده. طيب مجموعه الكلمات بقى، مجموعه الكلمات اللي بتتغير دي مستر عبد الرحمن عسل بنعمل فيها ايه؟ هقول لك يا سيدي، عندك كلمه ناو دايما بتبقى then. اوكي طيب اي حاجه ليها علاقه بامبارح، يعني اي حاجه ليها علاقه بالماضي بيبقى عندك اكتر من طريقه. من طريقه. يعني yesterday مثلا، yesterday last week last month. خلينا اكتبهم لك هنا اهو بسرعه. مثلا انت عندك كلمه yesterday، عندك كلمه last وايا كان اللي بعدها. هنا خلينا نقول مثلا last week. اوكي طيب يا مستر اهو بص، yesterday بتقول the not before. هنا بتقول the not before. ادي الطريقه الاولى. انا هنا بقول yesterday، بقول ايه؟ yesterday يعني بتكلم على day يوم، فthe day before يعني اليوم اللي قبل اللي الكلام اللي اتقال فيه. هنا بقول last week، فاقول the week before يعني قبل اسبوع من الكلام اللي اتقال لي ده او من وقت الكلام اللي اتقال لي ده. طب حط هنا the last year يبقى the year before وهكذا. ادي الطريقه الاولى. او احط كلمه week هنا وكلمه day هنا، وذا هتفضل زي ما هي وذا هتفضل زي ما هي، واحط هنا كلمه previous يعني برضو الايه؟ السابق اللي فات يعني. تمام. يعني انا دلوقتي يستخدم before، يستخدم كلمه previous. تمام اوكي اللي هي week وday برضو. قشطه الكلام. ادي الطريقه الاولى. طب يا مستر عبد الرحمن لو نفس الحوار ده بالظبط بص هو بس مش بنتكلم على الماضي، بنتكلم على المستقبل، اعمل ايه يا مستر عبد الرحمن؟ هقول لك يا صديقي العزيز، انت عندك مثلا كلمه tomorrow. تمام. عندك كلمة next بدل last next week. اوكي تعمل ايه؟ نفس الحوار بالظبط. يا اما بتقول the day بدل before تحط لي after اهو، يا اما تقول لي the بدل كلمة previous تقول لي following.
وداي اهو. الاثنين دول معناهم اليوم اللي جاي. تمام؟ اليوم اللي جاي قشطه. the day after the following day. the day after the following day. اوكي يا بطل؟ اوكي يا مستر عبد الرحمن. طبعا الجدول عندك، وحاول انك تراجع عليهم وتبقى فهمان، هم كلهم لازم يوصلوا في الاخر لنفس المعنى. فهتلاقي كلمه tomorrow، يعني ايه tomorrow؟ يعني بكره. ايوه يعني اليوم اللي بعد النهارده يا استاذ. ايوه يا اخويا، ما انا عشان كده بقول لك the day after، the day after، the following day، اليوم القادم، وهكذا. قشطه الكلام يا قلبي؟ قشطه الكلام مستر. اوكي تعالى بقى، احنا كده خلاص اتفقنا ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا عندنا فعل القول، وعندنا بعديه كلمة ذات بدل الأقواس، وعندنا ضمائر بتتغير، وعندنا أزمنة بتتغير، وعندنا كلمات دالة أو كي ووردز بتتغير. تمام؟ اللي هي الظروف، يعني ناو، امتى، يعني إجابة الوقت. أوكي؟ طيب يا مستر عبد الرحمن، القاعدة بقى اللي أنت شرحتها دي يا مستر، أنا أنفذها إمتى؟ أقول لك تنفذها طول ما فعل القول ماضي. طول ما فعل القول ايه؟ ماضي. امتى بقى يا مستر اعمل عكس اللي حضرتك كنت عمال تشرحه ده؟ بص هي اغنيه والله. اقول لك ايه؟ لو فعل القول مضارع او حدث كان قريب بتتكلم عن حقيقه، يبقى بلاش تغيير على طول. بتسيب الزمن يا ابني وتغير الضمير. تاني يبقى يا مستر متى ما نغيرش حاجه في الازمنه او الظروف؟ امتى يا مستر ما نغيرش الجمله؟ اقول لك اهو. لو فعل لو فعل القول مضارع او حدث كان قريب تحكي عن حقيقه، يبقى على طول بلاش تغيير. يعني اعمل ايه يا مستر؟ بتسيب الزمن يا ابني، يعني بتسيب الزمن زي ما هو وتغير ايه؟ الضمير. تعالى اديك امثله بسهوله وركز. الموضوع مش اوفر، الموضوع لذيذ جدا 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 فوق مما تتخيل. بص يا حبيب قلبي، قول يا حبيبي، قول يا مستر. بص يا سيدي، لو فعل القول مضارع ادي الاولى، يبقى الطبيعي ان الجمله لما اغيرها او جمله متحوله لازم الاقي مثلا told، ما هو told ده ماضي، لازم الاقي كلمه said، اهو ما دي ماضي اهي. الاقي مثلا كلمه asked في جمله من الجمل لسه هنشرح. الاقي مثلا كلمه advised، الاقي كلمه suggested، الاقي كلمه كذا. المهم ان فعل القول لازم يبقى ماضي. طيب لو لقيت فعل القول مضارع، زي ايه؟ زي كلمه says يا قلبي اللي احنا لسه قايلينها من شويه. كلمه says زي كلمه say، زي اي كلمه تتحط ما بين الفاعل اللي احنا يعني الناس اللي بنتكلم عنهم وكلمه ذات. لو فعل القول مضارع، إيه اللي يحصل؟ ولا الزمن بيتغير ولا الظروف بتتغير. إيه اللي بيتغير؟ الضمير. ما هو اسهل حاجه بتتغير، كلكم عارفين، محدش ضميره ثابت. تمام؟ طب ايه كمان؟ او حدث كان قريب. يعني ايه كان حدث قريب دي؟ ايه دي يعني انا بقول لك he told me، هو قال لي. لحد دلوقتي اغير ولا ما اغيرش؟ غير، ما هو فعل القول ماضي والدنيا حلوه. قشطه الكلام. يعني ايه بقى وحدث كان قريب؟ اقوم قايل لك مثلا just now، ده هو لسه قايل لي دلوقتي. طب انا اغير ليه؟ ما هو بالعقل واحد بيقول لي محمد لسه قايل لي ان هو بيلعب، اغير الازمنه يا مستر؟ ازاي؟ طيب هتغير الازمنه ده؟ اغير كلمه ناو يا مستر؟ طيب يا ابني ما هو لسه قايل لي دلوقتي ان هو بيلعب دلوقتي، فانا ليه هغير ناو؟ عرفت ليه؟ انا بحاول افهمك في الاول يعني ايه تغيير ازمنه وليه ده واجب، ويعني ايه تغيير للكلمات الداله وليه ده واجب والزامي علينا، عشان اعرف اوصل المعنى اللي انا عايزه. فانا لو لقيت اي حاجه في الجمله بتبين ان الحاجه دي لسه متقالالي، مفيش وقت طويل عدى لدرجه ان انا انقل الكلام بقى واقول ده كان بيلعب، كان بيذاكر والجو ده، تمام؟ بعمل ايه؟ ما بغيرش ولا زمن ولا بغير ظروف. يبقى لو فعل القول مضارع والحدث كان قريب، خلاص just now بقى، now a moment ago، مش عارف اي حاجه تبين لك ان الحاجه دي لسه حصلت. اوكي؟ تتكلم عن حقيقه، فهمها لي دي بقى يا مستر. انت عمال عامل لي فيها ناصح ونور وكل حاجه عمال تقول لي افهمها لك ولازم تبقى عارف من الاول ليه ومش ليه. هفهمك يا قلب، صلي على اللي يشفع فيه. ايه هو الزمن اللي احنا بنستخدمه في الكلام عن الحقيقه يا مستر عبد الرحمن؟ هتقول لي والله يا صديقي الزمن هو البريزنت سيمبل. جدع يا، البريزنت سيمبل اللي احنا بنستخدمه لما نيجي بنتكلم عن ايه يا مستر عبد الرحمن؟ لما نيجي بنتكلم عن الحقائق العلميه التي لا تتغير، بتتكلم عن حقيقه. طيب البريزنت سيمبل المفروض بيتحول لايه يا مستر عبد الرحمن؟ بيتحول لباست سيمبل.
والباست سيمبل ده بيتكلم عن ايه يا مستر عبد الرحمن؟ عن الحاجات اللي تمت وخلصت، يعني خلاص ما بقتش موجوده، بقت في الماضي. طب اديني مثال للحقيقه مستر عبد الرحمن ان Arabic. اقول لك مثلا الشمس بتطلع من الشرق. حلو. مدرس التاريخ قال الشرق. عيد السؤال تاني. الشمس بتطلع من الشرق. تعال ننقل الكلام ده. لو انا مشيت على القاعده الاساسيه وقمت قايل مستر فلان قال ان الشمس كانت بتطلع من الشرق، البديهي ان انا قايل لك ايه؟ مش معقول، ودلوقتي بقى بتطلع منين؟ عشان كده بيقول لك ولا بتغير زمن ولا بتغير ظرف، لو بتتكلم عن حقيقه بتغير بس الضمير. ايه الضمير ده؟ يعني المستر قال يعني لو الضمير اصلا ينفع يتغير في الجمله غيره. تمام؟ غير الضمير، غير الضمائر كده. تمام؟ بص يا سيدي، الشمس بتطلع من الشرق. طيب مستر عبد الرحمن قال لنا في الدرس ان الشمس بتطلع من الشرق، لكن لو حولت المضارع لماضي يبقى كانت بتطلع مثلا، طلعت من الشرق. يا سبحان الله، وهتطلع منين بقى بعدين؟ مش معقول، مش ممكن. فالحقائق العلميه الثابته لا تتغير. يبقى انا امتى ما بغيرش ولا زمن ولا ظرف يا مستر عبد الرحمن؟ لو فعل المضارع والحدث كان قريب تتكلم عن حقيقه، يبقى بلاش ايه؟ بلاش تغيير. بلاش ايه يا قلبي؟ بلاش تغيير. اغنيها لك. يبقى لو فعل المضارع او حدث كان قريب تتكلم عن حقيقه، يبقى بلاش تغيير. انا قلبت لك رابر اهو. اعمل ايه تاني؟ يبقى انا ابقى حافظها كده وحاططها في دماغي. انا اعمل ايه؟ بص الخطوات. انا بيجي لي الجمله في الامتحان، بعمل ايه؟ ببص على فعل القول ماضي، ادي علامه الصح الاولى. اجي على اللي بعديها بعد ما خلاص عرفت ان هو ماضي، ده بيتكلم عن حقيقه؟ لا. خلاص، في اي حاجه بتدل ان الحاجه دي دلوقتي؟ لا. كده خلاص الشروط متوافقه، امشي على القاعده بتاعه تغيير الازمنه وتغيير الضمائر وتغيير كل حاجه. لكن لو لقيت حاجه من الثلاثه دول تعمل ايه؟ ولا تغير زمن ولا تغير ظرف، بس ممكن تغير الضمائر عشان سياق الجمله. عشان سياق الايه؟ الجمله. يبقى لو فعل القول مضارع والحدث كان قريب تتكلم عن حقيقه، يبقى بلاش تغيير. بتسيب الزمن يا ابني وتغير الضمير. اعمل حاجه تاني؟ والله العظيم ثلاثه. ايه ده؟ انا مش عارف ايه المواهب اللي بتطلع دي، ايه المواهب دي؟ سبحان الله. يلا بينا يا قلبي، يلا بينا يا قلبي. كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اسمه الجملة الخبرية. الجملة الايه؟ الخبرية. في الفيديو اللي جاي هشرح لك ايه؟ هشرح لك جملة السؤال وجملة الأمر، ازاي بنحول من مباشر لغير مباشر مع الأسئلة، سواء كانت yes no question أو WH question، وكمان مع جملة الأمر. جملة الايه؟ جملة الأمر يا بطل. يا ريت تكون فاهم وكويس كده وواعي مع مستر عبد الرحمن. وقبل ما تسمع الفيديو الجديد ركز قبل ما تسمع الفيديو الجديد تخش تشوف فيديو الحل مع مستر عبد الرحمن. لو ما عرفتش اعمله لك على السمارت بورد هعمله لك على التابلت. المهم، فهمت مني القاعده؟ يا مستر والله انا حاسس ان انا فاهم كويس. تخش تتفرج على طول زي الباشا على فيديوهات الحل وتفكر معايا بصوت عالي وتشوف مستر قال كذا عشان كذا وي اتدربت بقيت تمام، خش على اللي بعده كده ما تضيعش. لكن تسمع تحشي معلومات تحشي معلومات ومفيش تطبيق، يبقى هتلاقي نفسك في السلنكتيه وهاجي انا وانت في اخر السنه ونغني ظلموه. قشطه الكلام، قشطه الكلام. اشوفكم على خير. كان معكم مستر عبد الرحمن بيحب حنان.